أخيرا تم اكتشاف سفينة نوح عليه السلام، ووسائل الإعلام تحاول إخفاء الحقيقة. على مر السنين كان هناك العديد من الاكتشافات الأثرية، إلا أن بعضها لا يوجد لها تفسير حتى الآن، لكن اكتشاف سفينة نوح هو أكثر أهمية من أي اكتشاف آخر. وقد وضح بعض علماء الآثار أنهم قد عثروا على سفينة نوح في إحدى الجبال في تركيا، لكن لم يتم توضيح كافة التفاصيل. حتى نتأكد من حقيقة هذا الموضوع فالتاريخ لا يمكن إثباته بأي شكل من الأشكال. ومع ذلك أظهر مستكشف أمريكي لموقع أثري في عمق أحد الجبال في تركيا، وقد تم التقاط صور لهذا الجبل عام 1965، وكان في الصور سفينة عملاقة ترجع إلى آلاف السنين. وأكد العديد من علماء الآثار أن هذه السفينة هي سفينة نوح، لأنه لم يسبق وأن وجدت مثل هذه السفينة على مر السنين. وفي الوقت الحاضر ذهب بعض العلماء الأمريكيين والأتراك إلى نفس المكان حتى يقوموا بالعديد من التحليلات الجديدة. وهذه الصورة التي تراها الآن هي تاريخية جدا، بحيث أنه تم التقاطها عام 1960 لسفينة آثار عملاقة، والتي من المتوقع أن تكون سفينة نوح عليه السلام. وأظهرت البيانات التي تم تحليلها أن التربة في مكان السفينة تحتوي على الكثير من المريون والمواد الصلبة، وهو الأمر الذي يؤكد أن السفينة مصنوعة من الخشب. وهناك أيضا بعض الخطوط الأرضية التي تظهر الهيكل العظمي للسفينة، وتم العثور على العديد من القطع الأثرية والحيوانات المجمدة، ما يشير إلى أنه كان هناك حيوانات تعيش على السفينة. في النهاية يبقى العلم عند الله عز وجل، وما نعرفه نحن هو أن جميع الأدلة تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه السفينة هي سفينة نوح عليه السلام. لكن يبقى أيضا الكثير من الجدل والتكهنات بشأن صحة هذا الموضوع، ويبقى السؤال الحقيقي: لماذا وسائل الإعلام تخفي كل شيء بشأن هذا الموضوع؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.